ما حقيقة بيع المواشي المستوردة من رومانيا؟ السلام على رسول الله. هاو الروماني دخلها ربي يبارك الواد سوف. مرحبا بالجميع. الروماني الكمية غير محدودة ما شاء الله. السلام عليكم أخي، فضلا وليس أمرا اشترك في القناة ليصلك الجديد ولتشجيعنا لنستمر في تقديم الأفضل لكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصدرت الشركة الجزائرية للحوم الحمراء أمس بيانا نفت من خلاله ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع الأغنام المستوردة من رومانيا حية. وجاء في بيان للشركة أنه حرصا منا على إنارة الرأي العام وجب علينا توضيح وتفنيد هذه الإشاعات التي لا أساس لها من الصحة والتي تخدم المصالح الشخصية الضيقة لتلك الفئة. إن الجهة الوحيدة المخولة لاستيراد هذه الأغنام هي الشركة الجزائرية للحوم الحمراء، والتي توجه مباشرة للذبح تحت إشراف السلطات البيطرية المختصة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تباع حية في الأسواق. وأضافت الشركة في بيانها: إننا نهدد بهذه التصرفات التي تهدف لزعزعة السوق الوطنية ونشر الإشاعات المغرضة، وندعو الجميع لعدم الانسياق وراء كل ما تروج له هذه الصفحات المشبوهة. كما ستحتفظ الشركة بحقها في المتابعة القضائية للمعنيين. وعمدت الجزائر إلى مضاعفة وارداتها من منتوج اللحوم الحمراء خلال شهر رمضان المبارك من خلال استيراد ما لا يقل عن 15,000 رأس غنم من رومانيا بهدف إغراق السوق باللحوم الحمراء. وأكد رئيس الفيدرالية الوطنية للحوم الحمراء أن الشركة الجزائرية للحوم تلقت ترخيصا لاستيراد 100,000 رأس من الأغنام من رومانيا. تم الشروع في استيراد كميات قليلة منها خلال شهر رمضان، على أن تستورد باقي الكميات تحسبا لعيد الأضحى المبارك. وحسب تصريح المسؤول فإن هذا الإجراء يأتي لتمكين المواطنين من اقتناء أضحية العيد بأسعار معقولة تتراوح ما بين 45,000 و50,000 دينار، في الوقت الذي تعرف فيه أسعار المواشي المحلية ارتفاعا رهيبا، حال دون تمكن العديد من العائلات من أصحاب الدخل المتوسط من اقتناء أضحية العيد السنة الماضية. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد.